لان موضوعنا النهارده وكل الكلام اللي بيتقال ده شديد الاهميه وله علاقه بطبيعه الحال. بس لان وقتي ضيق جدا عايزه اوريكم الجزائر مش بعيده لا عن عين الجزيره ولا عن عين الحكومه العالميه اللي بتدي الامر للي بينفذ، العامل اللي عندها اللي هي العائلة الصغيرة الحاكمة، مش كل كمان آل ثاني، لأن احنا مش عايزين نخلط ولا يعني نشوف ان كل آل ثاني هم اللي بيحكموا. ده مش حقيقي، واحنا قلنا ان دول اساسا في اختبار يبدو هو الرقصة الأخيرة بالنسبة لهم. وعلى الطرف الآخر كمان في الشعب القطري، واحنا ما عندناش مشكلة معاه، بالإضافة لأن المسطرة بتاعتنا اللي من أوليناه أمورنا قال هي مكارم الأخلاق، فاحنا لن ننجر على الإطلاق، ومش مسموح ان حد يدي دروس لحد في يعني الأداء ده. كمان احنا أثرنا هنا من شاشتنا في اون تي في لايف انه نروح لكل اللي مش هيتناولوه الزملاء هياخدوكوا لزياره معسكرات، هيكشفوا بعض من تاريخ العسكريه المصريه. احنا هنروح لكل الامور اللي هي لازم تكون البوصله بتاعتكم وانتوا بتسمعوا وانتوا بتشوفوا، علشان لا تقبلوا اي شيء لمجرد انه بيتقال بهذه الطريقه. عايزه اشاور مع حضراتكم على الجزائر، لان زي ما مطلوب من هذه الاسره الصغيره اللي بتحكم الان انها يعني تتطاول على الجيش المصري، مطلوب كمان منها انها تعمل الشيء ذاته على الجيش الجزائري، باعتبار ان دول هم الجيشين اللي موجودين في الاقليم. عايزه اقول لكم ان في هاشتاج بيقول الجيش الجزائري أهاركم يا جزيرة، والحقيقه ان تويتر مليء ب يعني الشغل اللي عمله يعني شباب تويتر، وفي كتير جدا منهم يعني بينتموا اساسا لدولة الجزائر او لغيرها. طيب خلوني اقول لحضراتكم انه مثلا انتم، طيب انا مش عارفة الاقي نيفين، ما عنديش مشكلة. انتم الاقوياء لا تهتموا من الحشرات الصغيرة مثل هذه القناة الفاسدة. طيب تعال نشوف اللي بعده. بيقول خليل الجزائر دولة سيادة وطنية لا تملك قاعدة أمريكية ولا سفارة إسرائيلية ولم تبع يوما القضية الفلسطينية، الجيش الجزائري قاهركم يا جزيرة. عايزة أوريكم مثلا شوية بتقول كل بيت جزائري يخرج منه فرد من جيشنا الحبيب، يعني كل الجزائر هي جيش احنا وهكذا. يعني بينتموا اساسا لدولة الجزائر او لغيرها. طيب خلوني اقول لحضراتكم انه مثلا انتم، طيب انا مش عارفة الاقي نيفين، ما عنديش مشكلة. انتم الاقوياء لا تهتموا من الحشرات الصغيرة مثل هذه القناة الفاسدة. طيب تعال نشوف اللي بعده. بيقول يعني تتطاول على الجيش المصري، مطلوب كمان منها انها تعمل الشيء ذاته على الجيش الجزائري، باعتبار ان دول هم الجيشين اللي موجودين في الاقليم. عايزه اقول لكم ان في هاشتاج بيقول الجيش الجزائري أهاركم يا جزيرة، والحقيقه ان تويتر مليء ب يعني الشغل اللي عمله يعني شباب تويتر، وفي كتير جدا منهم. لان موضوعنا النهارده وكل الكلام اللي بيتقال ده شديد الاهميه وله علاقه بطبيعه الحال. بس لان وقتي ضيق جدا عايزه اوريكم الجزائر مش بعيده لا عن عين الجزيره ولا عن عين الحكومه العالميه اللي بتدي الامر للي بينفذ، العامل اللي عندها اللي هي العائلة الصغيرة الحاكمة، مش كل كمان آل ثاني، لأن احنا مش عايزين نخلط ولا يعني نشوف ان كل آل ثاني هم اللي بيحكموا. ده مش حقيقي، واحنا قلنا ان دول اساسا في اختبار يبدو هو الرقصة الأخيرة بالنسبة لهم. وعلى الطرف الآخر كمان في الشعب القطري، واحنا ما عندناش مشكلة معاه، بالإضافة لأن المسطرة بتاعتنا اللي من أوليناه أمورنا قال هي مكارم الأخلاق، فاحنا لن ننجر على الإطلاق، ومش مسموح ان حد يدي دروس لحد في يعني الأداء ده. كمان احنا أثرنا هنا
من شاشتنا في اون تي في لايف انه نروح لكل اللي مش هيتناولوه الزملاء هياخدوكوا لزياره معسكرات، هيكشفوا بعض من تاريخ العسكريه المصريه. احنا هنروح لكل الامور اللي هي لازم تكون البوصله بتاعتكم وانتوا بتسمعوا وانتوا بتشوفوا، علشان لا تقبلوا اي شيء لمجرد انه بيتقال بهذه الطريقه. عايزه اشاور مع حضراتكم على الجزائر، لان زي ما مطلوب من هذه الاسره الصغيره اللي بتحكم الان انها